رصد مقطع فيديو لقى انتشاراً واسعاً خلال الساعات الماضية لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل عائلة في ولاية هاواي الأمريكية. وقال موقع نيوزويك أن الحادث وقع مساء السبت في منطقة بالولو بأواهو، إحدى كبرى جزر ولاية هاواي. وأضاف أن صاحبة المنزل كارولاين ساساكي نجت من الموت بأعجوبة حيث كانت في طريقها إلى إحدى الغرف قبل أن تتفاجئ بالصخرة وهي تسقط بقوة. ويرصد الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة الصخرة وهي تحطم جدار من الطوب ثم تصطدم بجدار ثان. وشاهد اللقطات التي نشرتها القناة الإخبارية المحلية كون 2 على الإنترنت أكثر من 1.4 مليون شخص في أقل من 48 ساعة. وأوضحت ساساكي: أشعر بتحسن الآن، لكن الليلة الماضية كنت مصدومة جدا. لم أكن أعرف حقا ما حدث، مضيفة كافح من أجل النوم منذ أن دمرت الصخرة جزءا من منزلي. وذكرت تقارير إعلامية أن هذا الحادث هو الثالث من نوعه الذي يقع في غضون 24 ساعة بعد أن بدأ مشروع تطوير مجاور يستهدف جبلا خلف منزل ساساكي.